افتح تحقيق بهاي المعلومة اللي قالها خلف العليان، انه مكتب رئيس الوزراء نور المالكي السابق كان يوصل معلومات الى الدواعش، الى القاعدة، سمعهم ايش اعترف الشيخ خلف العليان. افتح تحقيق الان ويا الشيخ خلف العليان ويا موفق الربيعي، ثلاثتهم خلف العليان والمالكي وموفق الربيعي على هاي المعلومة. شلون مكتب المالكي توصل من عند المعلومة الى الارهابيين القاعدة ومن بعدهم الدواعش؟ هذا الحكي بال 2013. ها؟ نقدر نحشي؟ يا عادل انطيت بس انا والمالكي قاعدين، انطيت قادة تنظيم القاعدة في بغداد، ارقام سياراتهم، اسمائهم، ارقام موبايلاتهم، والمكان اللي يقعدون به. حلو. خوش قادة القاعدة. ما اقل من اسبوع بيان من تنظيم القاعدة خلف العليان ادلى معلومات خطيرة عن تنظيماتنا في بغداد الى الحكومة العراقية. قاعدين انا وموفق الربيعي ومدري من النوم مجموعة. قلت له ابو سراء، من انطيتك معلومات عن تنظيم القاعدة احد كان ويانا؟ قال لا بس انا وياك. فموفق الربيعي كان مستشار الامن الوطني، قال والله استفاد منها فائده كبيره جدا. قلت له اقل من اسبوع تنظيمات القاعده صدرت بيان انه انا مديكم معلومات. شلون؟ قال يجوز مقراتنا مخترقه. المالكي قال لي يجوز مقراتنا مكاتبنا مخترقه. قلت له والله قرة عينك، كلهم ربعك حزب دعوه. المخترق منين جاب لك يا مخلف عليان؟ حطوا وياك حتى تقول مخترقين وكلهم ربعك. شو المخترقين؟ اذا مكتبك يخترق العدالة ايش اقول على نفسي؟ هذا حشي هو. ولزموهم كلهم تنظيمات القاعده، والقاعده على ثانيه كنت سرعه من حمايتي. افتح تحقيق الآن باللي قاله خلف العليان بكواليس سحور سياسي. الآن افتح تحقيق، لا تبقون تمشون رونج